الى براين هولمز، كرة بالانسايد، كارل انتوني، صافرة تحضر، رميتين حرة للواضح امامنا بالصورة. كارل انتوني او عفوا كلاي انتوني ايرلي، توجيهات منذ البداية. عقيل نجم مدرب فريق الكرخ، ايضا هذا علي حاتم واضح امامنا بالصورة. على العموم رميتين حرة لمصلحة كلاي انتوني ايرلي، لاعب فريق النصر الليبي سابقا، وايضا كان متواجد في الدوري اللبناني مع فريق المركزية جونيا. وللتصويبات بنجاح للاعب السنتر، ثاني ايضا بنجاح 100% نسبة كلاي انتوني ايرلي منذ البداية، لاعب مؤثر جدا، اكيد استقطاب جيد لكتيبة الكوتش علي فرحان. كرة تعود، محاولات ايزيا على 3 بوينت، حاول على الباك تو باك، ضاعت الكرة. نمور تهدئة الاوضاع، كلاي انتوني، شاهد المهارة لهذا اللاعب، التصويب، ضاعت الكرة. ريباوند كرخ، ليفي برادلي الى ايزيا توماس او عفوا ايزيا ماركو، صافرة تحضر، اكيد خطأ حاضر بإشارة من الحكم الدولي احمد الشويلي. كرة لمصلحة الكرخ، ايزيا البول فيك، الدخول، محاولات بالانسايد، علي حاتم، اول سوبر جامب عن طريق علي حاتم، سلام دانك اول رائع جدا. تقدم لمصلحة الكرخ 5-2. حلو هالاستعراض لعلي حاتم، لاعب اليمتاز بالاعتراضات الدفاعية. الكرة تعود لبراين هولمز، شاهد البرشر ديفنس من عباس هادي. براين ومحاولات من الداون تاون، التصويب قصيرة، ضاعت على فريق الحشد الشعبي. تعود الكرة، محاولات الكناري، ايزيا كيك دبل اوت، برادلي 3 بوينت ضاعت. اين الريباوند؟ حلوة يا عباس هادي، يحسب لك هذا الريباوند. لتعود الكرة من جديد، التصويب ضاعت، جود بوكس اوت وريباوند دفاعي من كلاي انتوني. شاهد البيسبول باص، ونمور حاضر، ايزي باكيت، حلوة يا نمور لاعب الجارد. تقليص الفارق حاضر في هذه اللحظات. محاولات من جديد، باقر ميثم، نويس فيك، الدوران، ضاعت بغرابة شديدة، ضاعت على باقر ليتميز بالبول فيك الأخير، لكنها لم تكتمل. لتعود للكناري، كرة بالإنسايد من جديد، ايزيا الدخول، يحصل على الخطأ، هذا الواضح أمامنا بالصورة. ايزيا ماركو ماينز، كرة راح تكون من الحد الجانبي. من جديد حسين علي، كرة على اللو بوست، محاولات، برادلي يحصل على الخطأ، مسبب ازعاج كبير اسفل السلة، هذا الواضح امامنا بالصورة. من جديد رميتين حرة، راح نشاهد هذا اللاعب على خط رميات الحرة. فارق نصف سلة لمصلحة الكرخ، السلسلة تشير إلى التعادل ذهابا، انتصر الكرخ، وفي الإياب عوض الحشد الشعبي وانتصر. من سيفوز في هذا اللقاء؟ ثاني رميات أيضا بنجاح للاعب نادي الكرخ، هذا المحترف ليفي برادلي، يسجل 7-4 النتيجة. هجمة من أجل التعويض، نمور بالانسايد، مالك فالح، مالك نايس اسيست، نمور، ضاعت الكرة لكن الخطأ حاضر. رميتين حرة، شاهد إشارة نمور يبحث عن الخطأ المتعمد. ماذا سيكون القرار التحكيمي؟ إذن رميتين حرة، نورمال فاول، خطأ طبيعي. رميتين لمصلحة منتظر ميثم الملقب بنمور.
ايضا اشاهد دخول لفريد رعدي لاعب الشوتنج جارد بديلا لعباس هادي. ضاعت الكرة على نمور بانتظار تنفيذ الرمية الثانية. الثانية ايضا ضاعت. كرة تعود للكناري. ايزيا ماركو ماينز في صناعة اللعب، التدوير مع فريد رعدي اللي اخذ السكرين وفقد الكرة، لكن تبقى بحيازته. ليفي برادلي ايضا من جديد، محاولات برادلي، دوران، نايس فيك، دخول، ضاعت الكرة. حلو الدفاع من فريق الحشد الشعبي. تحولات الهجومية السريعة، كلاي أنتوني ايضا ضاعت الكرة. تيرن اوفر جديد على فريق الحشد الشعبي. ايزيا ماركو، محاولات دخول، تصويب، ضاعت الكرة. براين هولمز ممكن هذا اللاعب يمتاز بالاستعراضات، لاعب يمتلك جامب قوي جدا، هذا الواضح امامنا بالصورة. 7-4 النتيجة، تقدم مستمر لمصلحة الكرخ. كرة من الحد النهائي. براين احد الحلول المهمة لفريق الحشد الشعبي، تصويب بنجاح، نايس شوت باللقطة الأخيرة من المسافة المتوسطة. براين هولمز تحدثت، أكيد هو اسم جيد في فريق الحشد الشعبي، يقدم مستويات جيدة إلى غاية الآن. كرة للكناري، برادلي، ليفي، دخول، تسجيل بالبادي كونتاكت، يربح الصراعات هذا اللاعب ويسجل. 10-6 النتيجة. كلاي أنتوني من جديد، ستيب باك، ضاعت الكرة، هنا الريباوند، براين يقاتل ويسجل، نايس 2 بوينت. براين هولمز يوقعها له النقطتين. 10-8 النتيجة، يتقلص الفارق. كناري بطلعة هجومية جديدة. كرة من جديد، تصويب 3 بوينت، حسين علي المرشدي. حلو هالتصويب يا حسين، تحمل المسؤولية في هذه التصويبة. زاد الفارق لمصلحة الكناري. هنا التعويض، براين، كويك شوت، ضاعت الكرة، جود بوكس اوت. الريباوند من علي حاتم، تهدئة الأوضاع، اللعب على السيت اوفنس. ايزيا ماركو من جديد، علي حاتم، تصويب، يسجل بنجاح، اكيد بيها بعض الحظ، لكن علي حاتم يسجل بنجاح. 4 نقاط لهذا اللاعب وعليه خطأ واحد إلى غاية الآن. كرة لفريق الحشد الشعبي. محاولات مالك فالح من المسافة المتوسطة ضاعت. ريباوند الرابع لعلي حاتم. محاولات علي، كيك دبل اوت على الباك تو باك، تصويب اون فاير. حسين علي يبصم على التصويبة الثلاثية، اخذ الثقة كثيرا هذا اللاعب بعد تصويبة اولى جميلة جدا. يعود ويكرر نفس السيناريو. حلو يا حسين علي، تقدم حاضر لمصلحة فريق الكرخ في هذه اللحظات مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع.
العودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين بعد انقضاء زمن التايم اوت. تقدم لمصلحة فريق الكرخ، كرة لمصلحة الحشد الشعبي في هذه اللحظات، الذي يحاول من أجل العودة بنتيجة هذا اللقاء. كارل أو عفوا كلاي أنتوني، كلاي يحصل على الخطأ من جديد. هذا اللاعب مشاكس جدا، ما كان يلعب مع فريق النصر الليبي في نهائي كأس ليبيا أمام الأهلي بنغازي. كي ضرب الحكم وتم منعه من اللعب هناك في الدوري الليبي. أيضا هو عمل بعض المشاكل في الدوري اللبناني، لذلك هو لاعب مشاكس جدا. على العموم يسجل الرمية الأولى بنجاح. 2 متر طول هذا اللاعب كلاي أنتوني، يستطيع أن يلعب في البوزيشن 4 و5. إذن هو لاعب باور فورورد. نعود من جديد، حلو الدخول جدا. ايزيا ماركو نقطتين على الباك بورد، اللاعب اللي يحمل الرقم 4. 9 نقاط إلى غاية الآن، قريب جدا من الدبل فيجرز هذا اللاعب. كرة لباقر إلى براين هولمز. براين من جديد، التدوير تايسون 3 بوينت، لاعب الشوتنج جارد تايسون يسجل بنجاح. علي عبد الله، اكيد احنا نلقبه بتايسون. يا علي 18-13، قلص الفارق الان. ايزيا من جديد، اوبن شات فريد رعدي، ان ان اوت، ضاعت الكرة. شاهد الرون جيم. نمور نقل الكرات، تهدئة الاوضاع الى باقر، الى كلاي انتوني، كاتش اند شوت، ضاعت الكرة. 0 من 3 على خط الرميات الثلاثية لمصلحة كلاي أنتوني. تعود ثاني الفرص. براين هولمز، صافرة تحضر، خطأ حاضر في هذه اللحظات، والخطأ راح يكون من الحد الجانبي. هذا علي عبد الله تايسون صاحب الثلاثية الأخيرة لمصلحة فريق الحشد الشعبي، الذي قلص الفارق. السلامة أكيد، يتعرض للإصابة. يأتي بديلا عنه لاعب السنتر خالد كريم. كرة من الحد الجانبي، خالد في أولى اللمسات بالهاند اوف. كلاي أنتوني، كلاي من جديد 2 بوينت. حلوة الثقة اللي يمتلك هذا اللاعب. ثنائية، تصويبة جميلة جدا. 18-16 نتيجة. كرة على اللو بوست، برادلي 1 على 1، من سيربح الرهان. صافرة تحضر، خطأ حاضر، رميتين حرة. إذن رميتين حرة للاعب ليفي برادلي. أولى الرميات بنجاح، يمتلك ستايل تصويب رائع جدا. ثانية أيضا بنجاح، حلوة لبرادلي. آخر دقيقتين، باقر ميثم في طلعة هجومية جديدة. من جديد دمور، اوبن شوت، ايضا اون فاير. حلو يا نمور، منتظر ميثم من الكورنر، يضرب من المسافة البعيدة. شاهد الكروس اوفر من جديد. ايزيا ماركو، تعود الحشد الشعبي، لكن الاسلام دانك ضاع. حاول نمور بالاستعراض، ضاعت الكرة. من جديد اللي عاقبهم على 3 بوينت فريد، تصويب، ضاعت الكرة، ضاعت على فريق الكرخ. تعود الكرة للحشد الشعبي مع وجود خطأ في هذه اللحظات. كان من الممكن يا نمور أن تضعها ايزي باكت. أكيد المدرب غاضب جدا، يبحث أن يلعب على المضمون. على العموم أحبة المتابعين والمشاهدين، آخر دقيقة و26 ثانية متبقية. الكرخ مستمر بالتقدم مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات.
نعود من جديد بعد قضاء زمن التايم اوت. كرة بحيازة فريق الحشد الشعبي، كلاي أنتوني، ضاعت الكرة، أين الريباوند؟ استقرت الكرة مع فريق الكرخ الكناري. محاولات ايزيا ماركو ماينز بالهاند اوف من جديد، يلتقط الكرة إلى حسين علي، اون فاير، ثالث الثلاثيات لهذا اللاعب، تميز جدا من على الكورنر. حلو يا حسين، يربح الثقة في هذا اللقاء. 8 نقاط إلى غاية الآن، نسب جيدة لهذا اللاعب على مستوى الثري بوينت. لاعب الجارد لتعود الكرة لبراين هولمز لأضاع الثلاثية. حسين علي إلى ايزيا، 1 على 1، الدخول، صافرة تحضر، خطأ حاضر، رميتين حرة لايزيا ماركو ماينز، خطأ بإشارة من الحكم الدولي نائل طالب. رميتين حرة حاضرة في هذه اللحظات.
تصويبة ايضا ضاعت على باتريك بيرنيت. كرة من اجل زيادة الفارق. ايزيا ماركو يحصل على الخطأ. صفرة حاضرة في هذه اللحظات. 35-29. هذه الإعادة للقطة الأخيرة، لقطة الخطأ. خطأ بارتكاب من اللاعب منجد حيدر. تعود الكرة. ايزيا بالجامب يحاول، ضاعت الكرة، حاول بالفلوتر. صفرة من جديد، خطأ لمصلحة علي عبد الله. تبديلات ايضا حاضرة في تشكيلة فريق الحشد الشعبي. دخول مالك فالح لاعب السنتر يعود من جديد في تشكيلة فريق الحشد الشعبي. كرة ومحاولة تايسون بالهاند اوف. براين هولمز. براين صافرة من جديد، خطأ لمصلحة مالك فالح. خطأ على فريق الكرخ. أكيد الفريقين التقوا مرتين في هذا الموسم في مرحلة الذهاب. انتصر الكرخ بنتيجة 69-62، لكن في الإياب حوض الحشد الشعبي وتغلب بنتيجة 71 مقابل 64. أيضا عندما نتحدث عن الكرخ، بداية جيدة في الموسم، بعد ذلك تراجع، وأيضا محاولات التعويض كانت حاضرة من الكوتش عقيل نجم الذي حاول إنقاذ الفريق، وبالتالي الفريق يدخل بالفاينل 8 عكس فريق الحشد الشعبي الذي دخل في بداية الدوري بطريقة غير جيدة، لكن تعويضاته تواجد الكوتش علي فرحان هذه المهمة التقريبية في مباريات مرحلة الإياب. نعود لأجواء هذا اللقاء. حسين علي نايس فيك جامب شوت اون فاير، حلو يا حسين، أداء راقي جدا لحسين علي لاعب نادي التضامن سابقا، سجل بنجاح، لديه 4 ثلاثيات إلى غاية الآن، أفضل مسجل في هذا اللقاء إلى غاية الآن. حسين علي يتميز من جديد. عبد الله مجيد جود شوت، تصويبة ضاعت، ريباوند لبرادلي. 3 دقائق 19 ثانية متبقية. ماذا سيحدث في هذه الهجمة؟ خطأ من جديد لمصلحة ايزيا ماركو. خطأ لمصلحة ايزيا ماركو. 37-30 النتيجة. هذه الإعادة الأخيرة. لوكيل حاضر. من جديد تدوير رائع للكرة، تصويب ضاعت على فريق الكرخ لتعود براين هولمز. لديه كثير هذا اللاعب، ماذا سيقدم في لقاء اليوم؟ ينبلوك شوت رائع جدا. علي حاتم نوت ماي هاوس، ويا علي بلوك شوت من الخيال. اتمنى ان اشاهد اللقطة الأخيرة لعلي حاتم على الإعادة. بلوك شوت مخيف جدا، ويا علي أكيد علي حاتم حتى على مستوى بطولة فيبا وصل في الموسم السابق رفقة فريق النفط، لديه نسب عالية على مستوى الاعتراض الدفاعي. على العموم رميتين حرة لمصلحة ايزيا ماركو. براين هولمز يبحث عن الخطأ باللقطة الأخيرة، لكن الكرة كانت كلين. قرار دفاعي مثالي لعلي حاتم مع وجود تسجيل الرمية الحرة أولى لآيزيا ماركو. هامنز الرمية الثانية أيضا بنجاح، سجل بنجاح محترم فريق الكرخ
إذن أحبة المتابعين والمشاهدين 39-30 تقدم مستمر لصاحب الأرض والجمهور الكناري بفارق 9 نقاط مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات. ونشاهد الحديث. علي فرحان يتحدث مع أحمد علي على اللقطة الأخيرة، هل كان يطالب بالخطأ؟ حديث مستمر. الطالب أحمد علي الشويلي يتحدثون مع مدرب فريق الحشد الشعبي. على العموم فارق 9 نقاط مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع لفريق الحشد الشعبي. نعود من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين بعد انقضاء زمن التايم اوت. مباراة مولعة هنا في قاعة الشهيد منذر علي شناوة. محاولات التعويض بعد التايم اوت، هل ستحضر لمصلحة فريق الحشد الشعبي؟ لكني لا أرى ذلك مع وجود تيرن اوفر بعد التايم اوت بارتكاب من محمد قاسم لاعب الشوتنج جارد، أيضا الحاضر في التشكيل الخماسي في هذه اللحظات. كرة تعود رشيد عماد، لونج باص، التدوير ايزيا، جامب شات، ضاعت الكرة. حلو الريباوند الدفاعي من مالك فالح يسلم الكرة الى براين هولمز. براين خطير جدا، محاولات من جديد، الدخول، ضاعت الكرة الى الريباوند. ضربتين حرة من جديد لبراين هولمز. صافرة حاضرة في هذه اللحظات. إذن كثرة الاعتراضات التحكيمية. شاهد هذه الإعادة، خطأ هل هو على اللاعب علي حاتم؟ اعذار اللاعب علي حاتم للدخول بالفاول ترابل. بانتظار التنفيذ للرميات الحرة. براين هولمز أولى رميات بنجاح، تقلص الفارق الوصول للنقطة رقم 31. ثاني رميات براين بنجاح أيضا. دقيقتين متبقية على انتهاء زمن الفترة الثانية والشوط الأول. الكرف الكناري الهجوم، محاولات ايزيا ماركو الى حسين علي، تصويب 3 بوينت من جديد. مو طبيعي هذا اللاعب في هذا اللقاء، 5 ثلاثيات. لاعب الجارد حسين علي المرشدي. اشعل الاجواء في قاعة الشهيد منذر علي شناوة هنا في نادي الكرخ. كرة تعود وتصويب، ضاعت الكرة على كلاي انتوني ايرلي، لكن اكيد الاشادة حاضرة للاعب حسين علي. كرة من جديد على 3 بوينت، ضاعت، تعود حسين علي الى ماركو ايزيا. الدخول على الدفاع من مالك. كرة ومحاولة براين هولمز، درايف من جديد، يحصل على الخطأ، رميتين حرة. شاهدنا اعتماد براين هولمز في اخر 3 هجمات
على اختيار الدرايف، يحاول أن يربح الأخطاء من فريق الكرخ. أكيد أمر مهم جدا إدخال علي حاتم بالفاول ترابل. وللرميات بنجاح. حلوة يا براين، لكن لنتحدث بكل مصداقية لغاية الآن في هذا اللقاء حسين علي هو الأبرز ثلاثياته البعيدة المرعبة. حسين علي المرشد من أداء عالي جدا. كرة عود ليف برادلي، دخول ضاعت، عين الريباوند رشيد عماد إلى ماركو ايزيا، طيران، ضاعت الكرة، عين الريباوند من جديد، تعود الكرة للكناري. ثالث الفرص، تغيير الأوضاع. برادلي إلى علي حاتم، إلى حسين، أوبن شوت، التصوير، 3 بوينت جديدة لهذا اللاعب، مو طبيعي، خرافي. حسين علي المرشدي 19 نقطة، ياخذ الثقة في هذا اللقاء. مستوى مرعب جدا لحسين علي المرشدي، وحسين يقود الكرخ إلى بر الأمان في هذا اللقاء لغاية الآن. وجود تيرن اوفر أيضا على فريق الحشد الشعبي. فريق الكرخ اون فاير في هذا اللقاء عن طريق نجمه الواضح أمامنا بالصورة حسين علي المرشدي. ويا حسين، خمسة 34 آخر الثواني، كيف سيكون الفينش؟ راضي، تصوير ضاعت، عين الريباوند آخر الثواني، مالك صالح ممكن، لكن الصافرة تحضر وتنهي أحداث الفترة الثانية والشوط الأول بتقدم فريق الكرخ. كرخ 45-34 الحشد الشعبي. إذن أحبتي المتابعين والمشاهدين، استراحة قصيرة ومن ثم العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء. لا تذهبوا بعيدا، تكرموا بالبقاء معنا.
ها مهدي. مخلي له بوم جوعان. تيست مايك تيست مايك. يلا تمام. يا بيه ديري صورة وانا بشوف
مرحبا بكم من جديد أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء في فترته الثالثة. الكرخ يتقدم إلى غاية الآن، يقدم أداء راقي جدا فريق الكرخ عن طريق نجمي حسين علي صاحب الثلاثيات المرعب. أول نقطتين في هذه الفترة كلاي أنتوني إيرلي، من الممكن أن يدخل هذا اللاعب أجواء اللقاء ويغير النتيجة على العموم. 45-36 بداية الفترة الثالثة الشوط الثاني. كرة للحشد الشعبي، كلاي أنتوني نايس اسيست، باور سلام دانك براين هولمز. شوت تايم حاضر، توجيهات مستمرة من علي فرحان، من الممكن اللحاق بالنتيجة. شاهد هذا الاسيست الرائع جدا، وبراين هولمز لم يكذب أي خبر ويسجل بنجاح. تعود الكرة ليفي برادلي، خير راوند جامب شات، ضاعت الكرة مثل ما ظاهر أمامنا بالشاشة. 13 نقطة لبراين هولمز. كلاي أنتوني إيرلي في القيادة الهجومية، التصويب، ضاعت الكرة لكن الريباوند يبقى لمصلحة فريق الحشد الشعبي. كلاي أنتوني تصويب 3 بوينت من المسافة البعيدة. 5 نقاط سريعة في بداية الكوارتر الثالث. نقطتين عن طريق براين هولمز وثلاثية عن طريق كلاي أنتوني إيرلي. 45-41 تتخلص النتيجة الآن مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع. عليه عودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين. 5-0 ران للحشد الشعبي في بداية الفترة الثالثة. كرة تعود ثلاثية وتصويبة ضاعت. الريباوند علي حاتم، كرة للكناري بالانسايد. برادلي ممكن الدوران، كيك دبل اوت، تصويب 3 بوينت ضاعت. أين الريباوند؟ صافرة تحضر في هذه اللحظات. حيازة لمصلحة فريق الكرخ. هذا علي حاتم، كرة من الحد الجانبي. رشيد عماد، تصويب ضاعت. ريباوند الدفاعي باقر ميثم. باقر نقل الكرة إلى تايسون بالهاند اوف. كلاي أنتوني يمتلك الحلول هذا اللاعب. كلاي درايف اند كيك، بول موفمنت رائع جدا. تايسون ممكن 3 بوينت. علي عبد الله الملقب بتايسون يضرب من الداون تاون. تخليص الفارق في هذه اللحظات. فارق نصر سله يعود. عودة كبيرة جدا للحشد الشعبي مع وجود خطأ. رميتين حرة لمصلحة ايزيا ماركو هامنز. نشاهد هذا اللاعب على خط الرميات الحرة. عودة كبيرة جدا للحشد الشعبي في الكوارتر الثالث. هذه لقطة الخطأ، خطأ حاضر على اللاعب براين هولمز. رميتين حرة ولا رميات بنجاح.
رميات ايضا يسجل عزية ماركو. 47-44. كرة تعود كلاي أنتوني إيرلي من الداون تاون. تصويب ضاعت الكرة. ريباوند للكرف. عزية ماركو من جديد. رشيد عماد على الكورنر. نقل الكرات. برادلي على 3 بوينت يحصل على الخطأ. 3 رميات حرة لمصلحة ليفي برادلي. هذا الواضح أمامنا بالصورة. 3 رميات حرة لهذا اللاعب. هذه لقطة الخطأ. خطأ على اللاعب علي عبد الله. أولى رميات ضاعت على صاحب ال10 نقاط برصيد الشخصي لغاية الآن ليفي برادلي لاعب الجارد. ثانية أيضا ضاعت في انتظار تنفيذ الرمية الأخيرة. أكيد هذه الجزئيات تؤثر جدا على نتيجة اللقاء. رميات الحرة تيرنوفر نتحدث كثيرا حتى في الاستوديو التحليلي عن هذه الأمور. كرة للحشد الشعبي. لاعب البوينت جارد في طلعة هجومية باقر ميثم. نقل الكرات إلى براين. صافرة تحضر وتيرنوفر. عزية ماركو هامنز في دفاع رائع جدا يسرق الكرة من براين هولمز اللي اضطر بدوره لارتكاب تيرنوفر. تعود الكرة للكناري. درايف من جديد. نقطة رائعة جدا على الباك بورد. عايزية ماركو هامنز. نقطتين للاعب البوينت جارد. من الممكن الرد كلاي أنتوني. التصويب ضاعت الكرة على 3 بوينت. عين الريباوند. ثاني الفرص الهجومية باقر ميثم. باقر كنترول على الكرة على اللو بوست. براين دخول نقطتين. حلو الجامب. حلو القفز. براين هولمز سجل بنجاح. لاعب رائع جدا أكيد يمتلك إمكانيات عالية جدا. ورا للكناري. وصيف الموسم السابق محاولات خطأ حاضر. هل هناك رميتين حرة؟ ليفي برادلي. راح تكون الكرة من الحد الجانبي. ما هو القرار التحكيمي؟ إذن خطأ من السايد لاين. حسين علي ناقل الكرات إلى رشيد. كرة ومحاولة. رشيد عماد. محاولات على 3 بوينت. التصويب على من ثقة عالية يمتلكها رشيد عماد لاعب الشوتنج جارد فريق الكرخ. جميع اللاعبين اون فاير على مستوى رميات الثلاثية. أداء مغاير جدا لكتيبة الكوتش عقيل نجم هذا اليوم. هذا حسين علي أيضا 5 ثلاثيات. رشيد عماد أيضا سجل باللقطة السابقة 53-46. اقتربنا من انتصاف الفترة الثالثة. هذا سيحدث في هذه الهجمة. باقر ميثم إلى براين. شاهد الدبل تيم يحصل على الخطأ. خطأ لمصلحة براين هولمز. أكيد توجيهات المدرب عقيل نجم واضحة جدا في سبيل إيقاف هذا اللاعب الخطير. دائما ما يكون هو المفتاح للفوز لفريق الحشد الشعبي في أغلب لقاءاته. براين أولى الرميات بنجاح. يسجل أيضا براين هولمز. يصل برصيد الشخصي إلى النقطة رقم 16. أيضا أداء جيد من محترف فريق حشد الشعبي. على العموم تعود الكرة. رشيد عماد على الباك تو باك. ضاعت الكرة. حشد الشعبي. كلاي أنتوني إلى براين. دوران
تصويب ضاعت. الريباوند ثاني الفرص باقر نايس فيك، لكن سرقة راعي الكرة. محاولات عايزية يحاول، ضاعت الكرة، ضاعت على فريق الكرخ، ضاعت بالفاست بريك. تعود الكرة بالانسايد، براين جامب شوت سجل بنجاح بالاند 1. خطية رائعة جدا. براين هولمز قلب الاسد واضح امامنا بالصورة. 19 نقطة في رصيده الشخصي. ويا براين لاعب السمول فورورد، شاهد هذا القفز الرائع جدا. توافق عصبي عضلي مثالي يمتلك هذا اللاعب. 53-50. الحشد الشعبي يقلص الفارق. ايضا الرمية الاضافية يسجلها بنجاح، يتقلص الفارق الى فارق السلة الواحدة. ماذا سيحدث في هذه الهجمة؟ ليف برادلي، محاولات 3 بوينت ضاعت. ريباوند لنمور. براين هولمز نايس اسيست. كلاي انتوني نقطة رائعة جدا. حشد الشعبي يعود من الباب البعيد. تاي جيم حاضر. 53 نقطة لكل فريق. وجود خطأ فني بسبب الاعتراض. إذن رمية واحدة بإشارة من الحكم الدولي أحمد علي. كثرة الاعتراضات التحكيمية في هذا اللقاء، خاصة من فريق الحشد الشعبي. هذه اللقطة الأخيرة نقطتين والباكت لمصلحة كلاي أنتوني القادم من الدوري اللبناني. لكن مثل ما تحدثت خطأ الفني حاضر من جديد. أيضا خطأ فني، الاعتراضات كثيرة. خطأ على مصطبة الاحتياط بالنسبة لفريق الحشد الشعبي. ابتسامة والاستغراب من علي فرحان مدرب فريق الحشد الشعبي على القرارات الأخيرة. ايضا ميثم كبيان مساعد المدرب يتحدث مع كلاي انتوني ايرلي. رمية بنجاح. رمية الخطأ الفني. ايضا هناك خطأ فني اخر. برادلي على التنفيذ بنجاح ايضا. يعود التقدم لمصلحة الكناري بفارق سلة واحدة. الحيازة تعود للكرخ. عباس هادي لاعب لديه الكثير، اكيد لم يدخل اجواء هذا اللقاء لغايه الان. كرة الى خالد حسن. خالد بالانسايد، نقل الكرات الى حسين، الى خالد على اللو بوست. خالد ممكن الدوران، لاعب البار فورورد. التصويب ضاعت. عين الفاست بريك، عين الران جيم. براين هولمز نايس اسيست. الصافرة تحضر. خطأ لمصلحة نمور. حاول علي حاتم بالبلوك شوت. اللقطة الأخيرة عفوا كانت محاولة للاعتراض الدفاعي من خالد حسن، لكن هناك خطأ ورمية حرة لمصلحة منتظر ميثم الملقب بنمور. على التنفيذ أولى الرميات بنجاح، سجلها نمور يخلص الفارق من جديد. ثاني الرميات منتظر ميثم. حلوة يا نمور، لعب الجارد يمتع ويقنع في هذا اللقاء. نعود للتاي جيم، مباراة قوية جدا في قاعة الشهيد منذر علي شناوي هذا اليوم. سلسلة متعادلة، من سيفوز في هذا اللقاء؟ عايزية. محاولات، أين التسجيل؟ ضاعت الكرة. ريباوند من باقر. محاولات اللونج باس الصافرة تحضر. تيرنوفر من جديد، فقدان الكرة لتعود لمصلحة فريق الكرخ. شاهد أيضا عودة باتريك بيرنيت، أيضا لاعب الجارد. الاستقطاب الجديد في كتيبة علي فرحان. كرة لعباس هادي،
إلى خالد حسن، أحد الحلول في هذا اللقاء. نقل الكرات إلى برادلي ليأخذ السكرين من خالد حسن. برادلي ممكن الدرايف، محاولات ضاعت النقطتين. الريباوند نمور، محاولات باتريك بيرنيت أخذ الخطوات والاختراق، ضاعت الكرة. ريباوند لخالد حسن، تلك الأوضاع من جديد. برادلي نايس سبين، محاولات بالاندوان يسجل ايضا قلب الاسد فريق الكرخ. ليفي برادلي شاهد نايس سبين موف باللقطه الاخيره. لاعب الجارد يسجل بنجاح. حلوه النقطتين، يحصل على فرصه الاندوان. من الممكن زياده الفارق في هذه الرميه. برادلي بنجاح ايضا. 3 نقاط سريعه لهذا اللاعب. 58 55. مباراة على المحك، السلسلة ايضا على المحك. هجمة لمصلحة الحشد الشعبي. براين هولمز خطير ومثير. براين شاهد الدفاع الرائع جدا من عباس، والصفرة تحضر. هنالك خطأ، نعم خطأ حاضر لمصلحة براين. الخطأ بارتكاب من لاعب الجارد عباس هادي. كرة من الحد الجانبي. باتريك، محاولات إلى نمور، نقل الكرات. باتريك بيرنيت درايف، يحصل على الخطأ. أكيد نو سكور، لن تحتسب هذه النقطتين. لكن باتريك بيرنيت راح نشاهده على خط الرميات الحرة. رميتين لمصلحة محترف فريق الحشد الشعبي. دقيقتين 44 ثانية متبقي على انتهاء زمن الفترة الثالثة. أولى الرميات بنجاح. حلوة يا باتريك. أكيد هو أول لقاء يخوضه مع فريق الحشد الشعبي هذا اليوم. استقطاب جديد لكتيبة الكوتش علي فرحان. أكيد بعد خروج المحترفين كيرول روش وأيضا علي حيدر وداريوس آغنو. نعود الكناري. التدوير برادلي، محاولات. ليفي تعرض لضغط دفاعي شديد من تايسون. ليفي دخول، نايس بلوك شوت. حلوه يا براين هولمز، حلو هالرياكشن الاخير. لكن ليفي محاولات من جديد، تصويب، ضاعت الكره. انتهاء زمن الهجمه في هذه اللحظات. 24 سكند فايوليشن، مخالفه ال 24 ثانيه حاضره. من جديد تيرن اوفر حاضر. نادي الكرخ لم يستطيع التسجيل بالهجمة الأخيرة. ثمانية 58 56. تقدم لمصلحة الكناري. كرة لباقر ميثم، صانع الألعاب إلى براين. شاهد الدخول لأورستيب والبلوك شوت. نوت ان ماي هاوس. حلوة لعلي حاتم، ثالث اعتراض دفاعي لغاية الآن. تعود الكرة كناري، محاولات. ريباوند براين هولمز، نقل الكرات إلى باتريك، محاولات والبلوك شوت من جديد. علي حاتم، نوت ان ماي باسكت. يمتع ويقنع علي حاتم في هذا اللقاء من جديد. خالد حسن، حلو التحرك الأخير. نقطتين للاعب الباور فورورد، لاعب نادي نفط الشمال سابقا. شاهد هذا الاعتراض الدفاعي. حلو هالرياكشن وردة الفعل والابتسامة. علي حاتم، أداء ممتاز لغاية الآن. تعود الكرة من باتريك إلى براين من الداون تاون. 3 بوينت. حشد الشعبي أيضا يسجل ليقلص الفارق أكثر وأكثر عن طريق نجمه براين هولمز. 3 نقاط من الداون تاون، فارق أصبح نصف سلة. ماذا سيحدث في هذه الهجمة؟ خالد حسن، أحد الحلول المهمة، نقل الكرات بالإنسايد، ضاعت، تصل إلى تايسون، إلى باتريك.
باتريك بيرنيت من جديد التصويب، ضاعت الكرة، ضاعت على اللاعب باتريك لتعود الكرة. صيف الدوري في الموسم السابق محاولات الاختراق، خطأ من جديد ورميتين حرة لآيزيا ماركو هامنز، هذا المحترف الجديد الحاضر في تشكيلة الكوتش عقيل النجم. بداية المتعة في مباريات الفاينل 8. قبل الأمس الدفاع الجوي ينجح بالعبور للسيمي فاينل من بوابة غازي الشمال. انتصار جيد، حسم السلسلة مبكرا، ويلتفت الكوتش نضال غانم للمهمة الخارجية. بطولة فيبا وصل، بطولة غرب آسيا للأندية، أكيد سيواجه فريق الدفاع الجوي نادي اتحاد عمان الأردني. أكيد المباراة راح تكون يوم الثلاثاء القادم في لبنان، وبالتحديد في مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل هناك في لبنان. نعود أجواء هذا اللقاء، فارق سلة واحدة. باقر ميثم يفقد الكرة، تيرن اوفر، أكيد مو بمحله، أنت بحاجة إلى التسجيل يا باقر. هذا باقر ميثم صانع الألعاب، كرة تعود الكناري. عباس هادي يتقمص دور صانع الألعاب. عباس ممكن بالماني تايم الاختراق، الدخول، ضاعت الكرة آخر الثواني. نمور ممكن كويك شوت، التصويب، ضاعت الكرة، قصيرة ضاعت على نمور من جديد. باقر لكن الصفرة تحضر وثنية أحداث